الأسعار يعني ظاهرة أصبحت مستفحلة هذه الأيام دون أي أسباب تذكر. يعني البرلمان الأوروبي الذي كما تعلمون اجتمع وبدأ يعطي المملكة المغربية الدروس والعبر في حقوق الإنسان. حقوق الإنسان تنتهك لديكم لدى المهاجرين ولدى الأعراق وحقوق الإنسان تشاهدونها كيف تباع وتشترى لدى الإيغور، وحقوق الإنسان ترونها كيف يمكن أن يتم الاعتداء على الفلسطينيين وتدمير منازلهم، وكيف لصحفية أن تقتل برصاص جندي ولا أحد يتابع ولا أحد يستنكر ولا أحد ينبه. البرلمان المغربي قرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، إعادة تقييم هذه العلاقات. هناك شراء للمواقف، هناك لابد من الضغط على المملكة. كيفاش المغرب يقول فرنسا لا؟ كيفاش المغرب ما يخضعش؟ فرنسا قلنا لكم في فيديو سابق، والغرب عامة يأتي يرحب بك ويأخذ مصلحته منك ويقبلك هنا، ما أن ينهي مساره ويعود إلى وطنه ربما في لحظات في موقف آني يصفعك على الجهة التي قبلك فيها أو الجهة الأخرى. المغرب إن شاركك فإنه سيكون وفقا لمنطق رابح رابح، ولكن ما تمسش لي المصالح ديالي كأي دولة براغماتية عملية كتعرف شنو كدير. خبراء من أجل مواصلة إعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي الذي كما تعلمون في يناير الماضي اجتمع وبدأ يعطي المملكة المغربية الدروس والعبر في حقوق الإنسان، في حرية الصحافة، ذهب أبعد من ذلك إلى قضية الصحراء المغربية. 365 نائبا، مجموعة من الأحزاب في أوروبا باش نفهموا شوية، يعني المرجعية ديالها ما حملكش، نقولوها بالدارجة ما حملكش، أفريقي عربي مسلم ما حملكش، إن كانت تنتمي لليمين المتطرف. مجموعة من أحزاب اليسار جزء منها يباع ويشترى، قيادات من هنا من هنا. مجموعة من الأحزاب الفرنسية أكيد التي اليوم تنطق بلسان سيدها إيمانويل ماكرون. تعلمون بأن لدينا مشاكل مع فرنسا، فتور في العلاقات، أزمة غير صامتة، بالعكس أزمة معلنة. اليوم نستمع إلى أن السيد بن شعبون الذي عين رئيسا لصندوق محمد السادس للاستثمار تمت إنهاء مهامه في فرنسا في 19 من يناير، يعني نفس النهار اللي كان فيه قرار البرلمان الأوروبي، بانتظار أن يكون هناك سفير مغربي جديد أو قد لا يكون. هذه خطوة إشارة من المملكة المغربية. هناك إشارات كثيرة جدا نتلقاها منهم من الأوروبيين، ولكن إشارات أخرى نبعثها لهم. على العموم قلنا أنه بعد ذلك القرار 3 أو 4 أيام 23 من يناير البرلمان المغربي قرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، إعادة تقييم لهذه العلاقات. بعد ذلك كانت كلمات قوية جدا من السياسيين المغاربة. بعد ذلك تم الحديث عن إحداث لجنة مشتركة بين مجلس النواب والمستشارين، وكانت هناك ندوة أكثر من هامة وهامة جدا. الملفات التي تلعب عليها جهات هناك في البرلمان الأوروبي: حقوق الإنسان، الصحراء المغربية، وملف منذ صيف 2021 يتعلق الأمر بملف بيغاسوس. كانت هناك قد نقول يوم دراسي، لقاء تواصلي، قولوا ما تشاءون. كان في خبراء من فرنسا، كان في خبراء من المملكة المغربية، كان في سياسيين، كان في حقوقيين، كان في هيئات المجتمع المدني، كان في الصحافة الدولية والمحلية، وكان في كلمات قوية وقاسية ربما تابعتم جزء منها. شفت التركيز في الفيسبوك على كلمة السي محمد أزين، أنا أخذ منها واحد المقتطف، وعلى أمين رغيب، هامة وطنية كتشرفنا في البرمجيات وفي علوم التكنولوجيا الحديثة من الكمبيوتر وغيره. تحدث عن تقنية بيغاسوس، عن التوأم الشيطاني اللي اتهمنا به سابقا، على أنه زعما كتاخذ المعطيات ديال الناس إلا دخلوا شي سيت ولا شي حاجة. ومن لا يعلم أن الغرب، أوروبا تحديدا، هي امبراطورية التجسس في هاد لي زابليكاسيون اللي كاينين. هما اللي اخترعوهم، وهما اللي عارفين ليهم، وهما اللي كيطبقوهم عندهم. فما علينا، كانت مجموعة من المحاور، وهذه المحاور حاول المشاركون فيها أن يوضحوا تلك السياسة الخاصة بالكيل بمكيالين، يعني كيفاش كنتعامل معك، ولكن في نفس الوقت كيفاش انت كتعامل معي. في ملف حقوق الإنسان، هما قبل مدة استقبلوا خويا، استقبلوا أمينة حيدر، استقبلوا مجموعة من يسمون زعما حقوقيات في قضية الصحراء المغربية. واحدة كتهز السلاح وكتقول لك خاصكم تقتلوا المغاربة وتدمروا المنشآت داكشي، وكيقول لك ومنهم هذا هي هذه كانت مشات قالت لهم راح احتجاز ومنع من الخروج من المنزل، وفي نفس الوقت ضرب.
مشاو جابوا لها مجلس الوطني لحقوق الانسان الجهوي اللي كان في العيون، جابوا لها طبيب، وفد مشى رفضات. هذاك الطبيب غيدير لك تقرير طبي، يعني يكذبك، يرجعك كذاب انك ما تضربتي لا بحجر لا بغيره. حريه التنقل، انت كتسافري لاسبانيا وكتسافري لستراسبورغ وكتسافري لبروكسل، فين هو هذا منعك من حريه الشغل؟ في المقابل في نفس هذا اليوم استمعنا لشهاده حيه من خديجاتو. خديجاتو لمن لا يعرفها 18 عام كان عمرها، خدامه في السفاره ديال ما يسمى بالبوليساريو، وتم اغتصابها من طرف من؟ بن بطوش، ابراهيم غالي، اللي كيقول لك حق تقرير المصير والدفاع عن الحقوق وهو مغتصب قذر حقير. نشوفوا شنو قالت خديجاتو. Buenos días a todos. Mi nombre es Khadijatou Mahmoud Mohamed Zubair. Soy una víctima más de Ibrahim Kali. Ha sido agredida sexualmente a los 18 años. Hice un recorrido el año pasado por el Parlamento y me estrecharon la mano varios parlamentarios y me dieron la esperanza. Bueno, la esperanza siempre me acompaña. Vivimos a base de esperanza. Y hoy me enteré de una noticia de una mujer que se llama Sultana Khaya. Yo sé que Sultana Khaya lleva un par de años encima de un techo reclamando algo. Yo no tengo un problema, que reclama lo que quiera. Pero no se olviden, eso va por los parlamentarios, no se olviden de que Khadijatou Mahmoud Mohamed Zubair ha sido agredida sexualmente en la embajada del Polisario a manos de Ibrahim Kali. Y no se olviden de que Khadijatou Mahmoud sabe de qué está hecho el Polisario, porque ha sido traductora de ellos desde el 2005 hasta el 2010. Y no se olviden de que Khadijatou Mahmoud ha perdido una prima en esos cárceles de mujeres. No se olviden de eso. Y muchísimas gracias. إذا